يعطيهم بريك. لا هم هاجدين يعني، صح انه في كذا كم معلومة جتني عن يزيد، بس صراحة ما حسيت انها مرة مهمة يعني. هو من يوم مسوي نفسه يعني اني انا اللي من الطبقة الحاكمة، ويبقى الناس يتزلفوا له ويجوا له. تبغوا تعرفوا السالفة ولا نعملها سكيب؟ انا ما حسيت لها اهمية يعني. واحد من اصحاب القرشي اللي كانت سلتح عند القرشي، يوم شاف ان القرشي ما منه فايدة ومن خثارة لخثارة، فقال خليني أتروح أدحلس وأتمحلس عند يزيد، يمكن يخففوا الرقابة عني. رقابة إيش؟ قولوا لي تبوني أقول لكم القصة؟ أنا أضطر أحلف لك. تجنني وقمر ودمك عسل، قومي ورينا فستانك الحلو، واضح جميل وألوانه تاخذ. مرة حلو الفستان، بس يعني أحس إنه لا، ما أقدر أوريكم إياه. بضبط في فتاتيح يعني. انا بحاول اصور لكم اياه، انا كل مره اقول بصور لكم اياه وانسى، والاضاءه دحين سيئه لانه الليل عندي. استني بالله، تحملي، تحملي. بحاول اشوف كيف يطلع، اذا ما طلع حلو بمسح السناب. اوكي، ابغى اصيد مكان اضاءه كويس. تستعجين؟ ما فيني اروح البس لكم كعب كذا. استنوني بلبس كعب ووجه. بما انه سناب معلق، استنوني. شفتوا كيف كيوت مرة؟ بس ما بوريكم هو مفتوح شوية، عشان كذا طول الوقت أغبش وأسوي ألوان. مرة كيوت، بس أحس الإضاءة هنا سيئة. كذا حلو، شايفين موديله كيف حلو، ألوانه رائعة. أبغى أصيد إضاءة كويسة لأنه ليل عندي الحين. بك تروي ألولي، تستاهل الذهب واللولي. بكرة بس بما انه سناب معلق، خليني اعمل لكم بس فقرة الاخيرة، فقرة ازالة المكياج وكذا، واختم بصورة للموضوع بكرة. تقول والله انه خايف غني له، سواها على نفسه. الله عليكي، حاضبط له كذا حاجة راب. ديس اسمه ديس يعني، هم انه من باب ديسلايك يعني، ماني فاهمة ليش يسموها ديس كيف ينطقوها. المهم اوريه بالدسة كده، سواها على نفسه. ايه عاد انا وليش انا اغنيها؟ بجيب واحد رابر هنا عندي بالانجليزي واخليه يحط صورة سلومو. يا ربي، والله شيء ضايع، والله زمن عجيب، زمن الرويبضة. مشوا حالكم. هذا يتكلم عن الوطنية ولا على الأخلاق ولا؟ طبعا ما اتكلم عن الأخلاق، هو اتكلم عن الوطنية، لأن الوطنية الشيء الوحيد اللي يتكوا عليه. ما علينا. أول حاجة أعملها دحين لازم نسوي مكياجي معكم. حجيب مزيل المكياج. هذا أفضل مزيل مكياج، هذا انحاشوا منه يا بنات، انحاشوا منه وأنا وراكم. هذا ما يترك رواسب، هذا ما يتركش هيك. هذا زي ما عندي كلام فؤادي. تعالوا نزيل المكياج على طريقة سلومو. خليني أتلبس العفريت حقه. يا بنات نسوي كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا، انتبهوا بس، ترى أنا مصحصح. شوفوني كيف لما أمزحها وأنا مفتح، ما أغمق عيوني، أغمض عيوني. يعني بلبعد هو كذا، بلبعد ونرجع والعطوف. يا سلامة مدارين انه هو مرفع. انا كنت مدير اعمال السجن. تدري قالوا لي انه هو اللي يستقبل الناس في السجون،
يا ربي. المهم، وامسح عيني كده والعين التانية كده واصب بيه الشاي وارجع كده. انا ابريق الشاي ايدي كده مدريش كده اصب الشاي وارجع كده. ايوه يا واد. سواها على نفسه وورت له تيم شغله، ربته بما أن أهله ما ربوه طقان طيق، ما ربوه طقان طيق. والله الراب هذا فكرته غبية. ما في راب كان يعجبني إلا هذاك كان يقول يا ولد. إيش يقول؟ قد عمركم سمعتوا رابر نجدي؟ ليش بس أهل جدة والجداوية أو أي حد يتكلم جدي كمان؟ لأنه ما يعرف يقول قصايد والله العظيم. مع انهم هذا شكمان والثاني هذا اسلامه كراش ما ادري كاش ما اسمه، يقولوا الاثنين غمد ولا بس هذاك امه مصريه فيعايروا. يعني ليش يعايروا؟ شو المشكله انه امه مصريه؟ ما لا دخل امه مصريه، مصر ام الدنيا. المهم، طيب يوم تيم كذا على طول دخلتي وحطيتي شيء على وجهك، سمعنا صوته ما شفناه. هذا قلت أجربه لأن أنا أستخدم العادي أو أستخدم واحد ثاني بس حطاه بالشاور، لازم بالشاور تحطيه. هذا هو يعني oil to foam cleanser، يعني لما تحطيه زي الأويلي أول ما تبدأ يكون وجهك مبلول سوي مساج كلينسر. يا بنات الكلينسر هذا أهم مو أهم، مهم بعد إزالة المكياج. في ناس كثيرين يزيلوا المكياج يستخدموا مناديل هذه إزالة، تقول خلاص أنا نظفت بشرتي وتحط غلط. هذا يتأكد إنه ما فيش ولا حاجة على بشرتي. إيش رأيكم بالمصري الجنوبي؟ يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا. يا واد انتبه، دبابيس، أنا راسلة دبابيس حولك. أغسل وجهي وارجع لك. إيش رأيكم؟ ما غسلت وجهي لسه، أخذت هذا التعليق يطير لنا سناب معلق. تبغيه يفجر بس قولي له كلاش. سوري يعني أنت ما أتكلم كذا، أعلم عليك جيبي سيرة كلاش بس يا بابا. هو سوالي بلوك يعني، أول ما تكلمت عليه قلت إنه ببيع وما أدري إيش أسوي. يوم طلعت قلت إيش جابها لنفسه وشغلت كلاش تبى تعلم عليا وشغلت لي أغنية هداك ولا لا أوريها. واضح اللي ضغطوا كلاش بس هو مو مضغوط من كلاش. بقول لكم شيء، الصبر يا عباد الله. والله كان نفسي اوريكم كيف ازيل المسكرة بالمويه بس، لكن معليش المرة الجاية ذكروني. المسكرة هذه سحرية. ايش كنت بقول لك؟ طب هذا ولد الشباب كلهم متجمعين هنا اعداؤه. اقول لكم حاجة كنت اقول لكم عليه، كنت بقول لكم شيء. ايش كنت بقول لك؟ نسيت، يلا مش حالك. كنت بقول لك شيء والله نسيت. يلا خيره مو مشكلة. المهم طبعا بعد ما تنظفي بشرتك خلاص انت تفضل برا. ارجع تعال بقول لك ايش، واقول لكم انتوا كله شفتوا هو كيف مضغوط من كلاش وعنده حتى تجيله ارتكاريا لما تجي سيرة كلام. والله ثم والله قلبت سلومو بس على نجدي. والله ثم والله لا اخلي احد لما يقول له تيم تجيله كذا هزة من الداخل. ما علينا، أنا أحب أمزح كثير. طبعا يا بنات لما تغسلي وجهك تنظفيه زي ما تشوفوا كيف يلق. خطوة مهمة، تسوي فلوس وتفرشي أسنانك ثم تحطي عنايتك ببشرتك. أنا لسه بروح آكل، باقي لي وجبة، تعرفوني أتمرن وكذا ورياضية لازم أخذ لي وجبة البروتين. حوريكم الفلوس لأنه كثير يقولوا لي إيش يعني فلوس، يحسبوني أجيب فلوس أمزح.
استغرب انا كيف في ناس منكم ما يعرفوا الفلوس. كيف يا عرب ربي؟ الفلوس هذا الخيط. طبعا دحين لما اطلع واسوي كذا الناس هتقول تعرفي الخيط المائي. انا استخدم هذا، انا بدائيه، والدكتور الاسنان ودكاتره الاسنان كلهم يستخدموا، حتى لما اروح لهم يسووا لي ما يستخدموا المائي. انت عجبك المائي كملي. الفلوس هذا مهم بعد الاكل. الفلوس هذا باهميه تفريش الاسنان. استخدم معجون سنسوداين العادي هذا بلس، اسمه ادفانس وايتنينج بلس. لازم وابدا والافضل، نصيحه من اختكم امتين الحلوه الاموره الكتكوت الاحلى بالنوته الاحلى شايبه، جيبوا فرشه كهربائيه. لا حد يضحك عليكم ويقول لكم لا مشوا حالكم، لا، فرشه كهربائيه افضل شيء. الفرشه الكهربائيه طريقتها بسيطه. طبعا انت لازم فوق وتحت، هنا السن من فوق، الفك اللي تحت، الفوق اللي تحت، تحطي الفرشه ما بين اللثه، احنا نوريكم كده، ما بين اللثه والسن، ما تحطيها على السن لان انت تبي تنظفي هذه المنطقه ويكون هنا فيها معجون. او تحطي معجون، ما حفرش قدامكم، ما في نحل لاني ما بفرش الحين بروح هكذا. تحطي معجون وتوزعي المعجون على اسنانك من برا ومن جوا ومن هنا، ها المنطقه. بعدين 3 ثواني لكل حطها، يعني لاخر السن. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 ما بين اللثه والاسنان. او من ورا نفس الشيء، تخلصي كده ومن ورا ومن هنا، لانه الاسنان كمان فيها سطح. نفس الشيء تسويه، تعيديه من تحت وفوق. وادعي لي. في حاجه ثانيه بس ما ادري وين حطيتها الصراحه، لي مده ما استخدمها، بس انا اللسان لازم تنظفيه، تجيبي فيه شيء كذا زي الحديده تنظفي اللسان لو في بقايا اكل او شيء. او ممكن اذا بعض الفرش يجي فيها هنا بالفرشه. حلو الكلام، عشان ما تقولوا انا حرمتكم من شيء. الحين بستخدم اللي هو ايش، طح. ما كنت بسوي لكم تقشير بس مو وقته. بستخدم هذا اللي دائما اكلمكم عنه، حق التصبغات. صراحه بطلت احطه بالنهار وحسيت بالفرق، لانه هو ما ينفع تعرضي للشمس، ودحين دخلت عندنا الشمس وكذا تحطي لين ينشف تماما. يا رب ربي خليه ينشف، وبعدين تجيبوا الكريم هذا الرهيب اللي قلت لكم فيه فيتامين سي. هاي لسه ما نشف. تين 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 تين. نسيت الرقبة. ما تحتاج تحطي كثير. هتقولي طب انت قلتي لا تحطي الا بعد ما تفرشي اسنانكم. عادي، انا حرجع، انا الحين هذه عشانكم الفقرة، ابى اوريكم. وبعد ما اكل كذا بفرش اسناني، اذا نزل او شيء وضايقت اقوم اعيد احط المنطقة هذه اللي هي حول الروح. فهمتوا؟ صراحة اكون معكم صريحة، استخدموا هذه الطريقة عشان ما تاكلوا. والله تقول انا فرشت اسناني خلاص ما اقدر اكل. احنا كذا بالبلد فرجنا اسناننا ما ناكل. هو هذا خربت عليه سفرة مصر مع بيارة اليافع، والله يكرموا عنها اليوفع. هو كم مخطط، عنده خطة ويبي يطلع ويسوي ويعمل. هو حيطلع، شكله حيطلع، ما خربت، بس حيكون حذر عشان ما يطلع كلامي الصح. هو ميار، أنا أتمنى يطلعوا يسووا أغنية مع بعض عشان يثبتوا كلامي اللي أنا قلته، إنه العلاقة مو علاقة بس قست أطلع معاه وأنبسط معاه وينبسط معايا. إيش حتى اللغة الشوارعية، أنا أطلع مع الأولاد أنبسط معاهم. المشكلة في واحدة أرسلت لي الله يهديها ويسامحها، تقول لي تمشوا في المحتوى حقتها، يعني حتى مو تطلع بس تسولف وتضحك وكذا وكلام عادي، وش يعني كصديقة بس لا، تقعد تتميلح وتسوي حركات بالأولاد يمدحوها وتبغى الأولاد يعجبوا فيه.